تونس اليوم هي دبي رقم 2. كي نسمع الكلام هذا سامحني نحسه مش واقعي. أما أنا صرت مثل عرافة. لا أنا أقولك هذا الواقع، وتصدق الواقع هذا هو الواقع. طلعش فما سر في السبحة ذي. إيه والله. تكلمنا عن التجارة. قديش تبيعها لي ذي؟ لا والله مش للبيع. $100,000. لا لا لا. أنا أعطيك إياها. تحديدا لك زيرو راح يكون والع بالشركات العالمية. أني نحب نعمل علاقة مثمرة مع بيزنس مان. حلو. هاو ولا أنت كيفاش عملت؟ يعني من وجهة نظر مستثمر أجنبي، تونس وجهة نستثمر فيها ولا بيس ما خافش. محرها والتو كنا نتعشى طلع الفلفل من عيننا. أهل الخليج ان جنرال كل شيء مسهل من اللي هو يتولد وكل شيء سافا وكذا. الحياة صعبة وجميلة. من البحر للبزنس شنو كيفاش صار التحول؟ في هذه الحالة أنت تقدر تبيع المتبح هذا ب100,000 وهي نفس السلعة. ترو أنت كيف تسوق عنها؟ لا طلعت حربي أنت. لا حربي على الآخر. بالقدام ما في شيء اسمه ربح بسرعة. إذا ما في صبر ما في ربح. أنا كنت في العاصمة في تونس اليوم الصباح قبل ما أطلع أجيك في برد، بس مش برد يدخل في العظم. أما إذا أنت تحب 1 زائد 1 يساوي 2 خليك في وظيفة عمومية أحسن. حلقتنا اليوم وقصة النجاح تجينا من الإمارات. مواطن بسيط كان بحر صياد في البحر إلى أن دخل العالم البزنس ولا رجل أعمال كبير ومهتم بالاستثمار في تونس. اليوم معنا صلاح المرزوقي. 1 2 3 أكشن. مرحبا بيك صلاح. مرحبا بك في تونس. مرحبا بك في مرحبا بك في دوز. مرحبا بك في دوز. مرحبا بك في وسط الصحراء البرد. صراحة البرد. ريت الفكرة ديما العامة متاع كون الصحراء باش تجي تلقاها سخونة دافية ولهني تغدرك تلقاها باردة برشا. أنا كنت في العاصمة في تونس اليوم الصباح قبل ما أطلع أجيك في برد، بس مش برد يدخل في العظم. حكاية اللقب متاعك على فكرة أهل دوز رانا الأصل متاع دوز هم قبيلة المرازيق، ولقب المرزوقي ديجا موجود عندنا برشا لهني في دوز. أنت أكيد تنحدر من قبيلة المرازيق في الإمارات. أكيد إحنا المرازيق الكل انحدارهم من العراق. نعم. من 600-700 سنة. أنا أعطيكم قصة تاريخية الحين. انت اللي حبيت اقول لك اللي كونه دوز راهي قبيلة المرازيق في الاصل. صح. يعني وقت اللي جيت مثلا شفت شوية حاجات حسيتهم يمثلوك لهني. والله العادات والتقاليد نفس عاداتنا وتقاليدنا. كيف بس الاكل شوي يفرق. طبعا احنا اكلنا يفرق عن حار شوية. محرحر ما مش محرحر. والتو كنا نتعشى طلع الفلفل من عيننا. صح عليك. على قلبك حبيبي على قلبك. انا باهي الفلفل راهو بحكم كونك جيت حسيتها باردة تنجم هي تغدر. اول ربع حسب امان توصل النص تغدرك وتولع في فمك. تولع. مرحبا بيك صلاح. احنا جينا اليوم نزور المرازيق وعائلة المرازيق. مرحبا بيك. نبحث عن الجزء المفقود. اي لم الشمل. مرحبا بيك. في واحد بغى يقول لم الشمل قال شم النمل. نرجع توا للبدايات. انت ياك طلعت فرنسي. فرنسي زاد. لا وحايد طلعت. نرجع للبدايات. كيفاش كنت البدايات الأولى وكيفاش وصلت للعالم البزنس وليت رجل أعمال؟ أني نعرف كون المقدمة اللي قدمتها راي ناقصة برشا خاطر بحكم كونك أنت مهندس وكل شيء
توا باش نرجع بيك للبدايات وخلي لك المجال تحكي لنا تفاصيل ونقطة التحول كيفاش صارت ودخلت للبزنس. في نص الدراسة بالقصة حين أليمة خرجت من المدرسة فكرت أن أنا لا أنفع للدراسة ولأن اليوم ما أعرف أكتب ترى قلت لك في الكرافة هو مش ما تعرفش تكتب أنت خطك خايب تعرف تكتب لك خطك خايب إيه. لا أنا أكتب كتابات يعني إيه طبعا يعني بيان سور بس بالستيل وبالقلم صراحة يعني تعال ابتدائية الصف الأول أحسن مني والله العظيم حسيلو الحاصل تونسي ولا إماراتي والله كيما تحب فيل فري بوني ماذا بيك تحكي إماراتي باش لا نحكي تونسي أنا اليوم على الأرض الخضراء هذه لازم نحكي كيف هي مرحبا عزيز وغالي. ابتدينا بعراك والصراع من المدرسة وخرجنا من هذه المدرسة كانت مؤلمة جدا. أوكي. وذهبنا وطردنا من المنزل على خاطر خرجت من الدراسة. احنا عنا يعني بابا جامعي يحكي فرنسي. اوكي. لازم انت الاولاد تطلعون ايضا جامعيين فرنسي واي لغه بيان سور فرنسي وانجلي اللي وكافحت في البحر فتره معينه. تعلمت البحر اليوم يعلمك الصبر. البحر اليوم يعلمك كيف تدبر نفسك. اليوم انت تنحط في موقف كيف تدبر نفسك. موقف تاع اليوم مش كيما تاع امس مش كيما تاع بكره. كل مره تجيك حاجه جديده. كل مره تجيك لازم كل مره تدبر نفسك تلاقي حل. عندك مشكله لازم تحلها. مثلا في البحر تقعد 7 أيام. ال7 أيام هذه تلقى فيها يوميا صعوبات. مثلا احنا كنا يوم في الأيام في البحر الماكينة تاع البحر تاع الواحد اختربت تاع السفينة. انت في وسط البحر. وسط البحر ما فماش حد يصلح الماء ما عندنا ميكانيكي. نزلت أنا غامرت ونسأل الكابتن عنده كيفاش شو المشكلة. قال المشكلة في الواحد هذا. فأنا عندي خبرة ميكانيكية شوي في الكراهب فقلت هذه أكيد القطعة هذه مثل القطعة ذيك. فكيتها وبالفعل طلع فيها محار وسخ في التوربو. نعم. نظفت التوربو شغلنا الماكينة دوس بنزينة سكر نظف التوربو. والله بعد 3 ساعات اشتغلت القارب ومشينا. انقذنا ولا كنا راح نقعد 10 أيام بدون لا ماء ولا أكل. أكل موجود الحوت موجود. أكهو حاسفيلو الحياة صعبة وجميلة. هذه البدايات في البحر ويعني لمست الجانب القاسي من المشاكل الجديدة اللي تخرج لك العوامل المفاجئة. يعني أنت مستانس كما نقولوا بالتونسي متعود كونك كل مرة تخرج لك حاجة جديدة مصيبة فوالا. راو الفكر خلينا نحطه بعضنا في الإطار فكر السائد معناه والفكرة المسبقة وانت تعرفها واني نعرفها والناس كل تعرفها. كونه أهل الخليج en جنرال كل شيء مسهل من اللي هو يتولد راو كل شيء سافا وكذا. باركونتر بالعكس فما شكون يتولد ما فما حد شيء ومن بعد هو صنع روحه بروح. انت ممكن اذا كان نحكيها القصة ذي ما تحكيهاش انت تقول لك مش مخرجة للبحر تو يبعث شكون يمشي للبحر هو. فهمتها يعني انت عشت الخدم هذه. مش انا عشت احنا عشنا كإمارات. احنا كلنا بحارة وكنا بدينا من مركب الى لؤلؤ الى تاجر. كلنا صيادين. احنا ما في عندنا بيت في الإمارات مو بصياد. ما في عندنا بيت في الإمارات مش راعي بحر او ناخذ نسميه كابتن او قبطان. تدريجيا من هو صغير من انه يكون يخدم في البحر يصيد سمك يصيد حوت شوي 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 تدريجيا يتعلم. انت اليوم البحر يعلمك الصبر. أوكي. يعلمك القوة. يعلمك طولة البال. يعلمك لازم تشوف حل. بالضبط. يعلمك برشا امور من البحر من الصعوبات الموجودة من البحر للبزنس. شنو
كيفاش صار التحول من البحر العالمية، من البحر للعالمية؟ أنت كل شيء في الحياة في أساسات في الحياة. الصبر عشان تنجح في التجارة، عشان تنجح في عائلتك، عشان تنجح تربي ابنك، عشان تنجح في كل شيء. العامل الأساسي الصبر صحيح. عشان تكمل. العامل الثاني أنت لازم يوم تصير لك مشكلة لازم تعرف كيف تحل مشكلتك. أوكي. ما تتكل على ناس آخرين، هي مشكلتك أنت، مشكلتك ما حد راح يحلها لأن أنت عارف المشكلة. إذا أنت رحت تكلمت لأشخاص آخرين عن مشكلتك ما راح يعرفون المشكلة، يمكن يعطونك حلول، بس أنت أنت صاحب الوضعية، لازم تلقى لها لازم حل. تدبر راسك وتحل أمورك. فوالا. هذه نقطة. والنقطة الثالثة لازم تبني علاقات. علاقات، ثقة. الثقة في العلاقات، الثقة هي في كل شيء في الحياة. يعني البزنس من الأركان الأساسية باش تدخل للعالم البزنس لازم تكون علاقات. لازم بدون علاقات أنت ما تقدر تعمل حتى شيء في سؤال، أني مانيش بزنس مان ونحب نتطور ونعمل علاقات، كيفاش نكونها العلاقات هذه ما غير ما نكون أني نفرض في نفسي أو يعني كأني ألح الحاح خايب؟ أنت اليوم عشان تبني علاقات ما تقدر تبني علاقة في يوم وليلة. العلاقة هذه يبغي لها صبر. أنا اليوم لو أحاول أبني علاقة معك يمكن نقعد 20 سنة ما تنبني العلاقة، يمكن ما بيكون في ثقة منك أو مني، أو يكون في تخوف. طبعا هذه العلاقة ما تنبني. العلاقة ما تنبني في يوم وليلة. العلاقة يبغي لها وقت. يبغي لك أنت عشان تبني علاقة لازم تتعامل مع الشخص، تتعامل وياه بأفعالك، تتعامل وياه، يكون في بينكم شيء مادي، مال، ويوم يكون في ثقة وفي أمانة هني تبنى العلاقة. العلاقة ما تبنى تعال أنا نعمل معك علاقة. يمكن أنا اليوم مثلا أعطيتك أمانة ضاعت منك، أنت مش قد الأمانة. أعطيت شخص مثلا أخذ الأمانة وراح، هذا مش تاع ثقة، لأن هذا راح يكسرك. طبعا يكسرك في المستقبل. هذا ما ينفع يعني يكون لا صديق ولا حتى شيء. هذا ترميه في البحر وتروح تضرب على راسه بالواحد هذا تاع البحر تاع السفينة ما منه فايدة. ما ضربت شكون بواحدة بتاع السفينة؟ لا ما ضربت حد. حرام حرام تضربه أصلا. لأن نتصور الكلام هذا فما شكون أكيد فما علاقات كانت ما كانتش مثمرة. فما علاقات تكون في البداية مثمرة وبعدين ما تكون مثمرة. فما علاقات في البداية ما تكون مثمرة بس في المستقبل تكون مثمرة ما تعرف متى. سنة، سنتين، 10، 20 ما تعرف. أني نحب نعمل علاقة مثمرة مع بيزنس مان. حلو. هاو؟ ولا أنت كيفاش عملت؟ ولا أني كيفاش لازمني نعمل؟ أول بروسيس معينة. في صلة بين عملك وعمله. أول شيء يعني أنت مثلا تبيع في مواد غذائية ما تقدرش تعمل علاقة مع واحد يبيع بترول. أوكي. لا علاقة يعني أنت مش في نفس الفيلد، نفس المجال. نفس المجال. أنت اليوم واحد يبيع كتب ما يقدرش يصير صاحب واحد مولى حانوت. لا علاقة يعني. منطق. والثقة اللي بتبنيها، هل أنتوا أصدقاء منذ الصغر؟ هل أنتوا جيران تصلون في مسجد واحد؟ فالبزنس لازم يكون أنت في نفس المجال. أنت اليوم إعلامي أنا إعلامي، نقدر نكون أصحاب. أوكي. ونقدر إحنا ندخل في مجال نجرب بعض ماديا، نجرب بعض في السفر مهم جدا في العلاقات. طبعا. نجرب بعض في الأمانة، نجرب بعض أن أنت تكون ممثلي وأنا أكون ممثلك، أنت تخاف علي وأنا أخاف عليك. طبعا. أنا أخاف على اسمك أنت تخاف على اسمي، ما أرضى عليك أنت ما ترضى علي. تنبني الثقة. الثقة هي عبارة عن مجموعة عوامل نتيجتها اللي هو بناء العلاقة. الاحترام، التقدير، الثقة، الأمانة، المصداقية. هذه عبارة عن القواعد هذوما والركائز هذوما اللي حكيتهم
هل هم حاجات درستهم وإلا بعامل الخبرة اكتسبتهم؟ بعامل الخبرة، ما له علاقة في مش كل شيء ينقري في الدراسة تقدر تطبق أنت على أرض الواقع. اللي بنى برج خليفة ترى ما قرأ مهندسة. اللي اختلق لك دولة من صحراء إلى أقوى دولة في العالم اقتصاديا وتكنولوجيا وتقنيا وكحكومة مترابطة، ترى ما قرأ هذا كله. هي أنت تحط اليوم الفكرة قدامك وتمشي عليها. أنت مقتنع بالفكرة ولا لا؟ إذا كنت أنت مقتنع بالفكرة تقدر توصل لأماكن بعيدة جدا، مش للعالمية يعني. أنت كي تحط الفكرة وتبدأ تخدم عليها وكل شيء حاجة أوتوماتيكيا تصير كون تواجهك مشاكل. من إنسان بسيط باش يدخل للبزنس أكيد باش تواجهك مشاكل. نوع فما عامل أساسي لازم يكون في الشخص اللي باش يثابر ويدخل في المجال هذايا، اللي هو الريسك. كونك تستثمر باش تحط كم متاع فلوس في حاجة وماكش متأكد 100% كونها باش ترجع لك. احنا نعرفوا الفكرة النمطي متاع كمل الدراسة وادخل في وظيفة عمومية وكذا ومنه. البزنس مايند سيت، التفكير متاع المستثمرين حاجة مخالفة. والريسك هذايا كيف يكون مدروس يكون مربح، لكن مهما باش يكون مدروس ما فماش ضمانات توصل 100%. صحيح ما فيش اسمه مدروس. اليوم ما فيش اسمه مدروس في الحياة. اليوم قاعدة 1+1=2 مش ناجحة. 1+1 لازم يكون 11 أو يكون 1000. هنا النجاح. أنت كيف تحول 1+1 إلى 1000؟ أنت شطرتك. أما إذا أنت تحب 1+1=2 خليك في وظيفة عمومية أحسن، لأنك ما راح توصل لمكان. لأن أنت تبغي شهريتك تكون موجودة، تبغي أكلك يكون موجود، ما تبغي تخاطر في شيء، مقتنع قناعة تامة بشهريتك وبوظيفتك العمومية. فأنا لو جبت لك أي مشروع أنت ما راح تقبل، لأن أنت عقليتك عقلية صغيرة برشا، ما تتقبل أي إضافة أو أي تطور. أنت اليوم قاعد في قوقعة ما تحبش تخرج منها. تجيني أنا مثلا تقول لي عندك هالمصباح تحب تبيعه، حلو به تقدر تبيع المصباح هذا ب3 طرق. أقدر أبيع لك إياه، أقول لك هذا مصباح للبيع 100 دينار، تروح تشوفه يا تشتريه يا ما تشتريه به. الطريقة الثانية أحط لك المصباح هذا في بس راقي وأحط عليه ماركة براند حلو وأقول لك هذا ب1000، أنت راح تقتنع شوي به. والطريقة الثالثة راح أحطيه في بوكس راقي وراح أحط شهادة قصة المصباح، الحجر من أي دولة، الحجر هذا فيه حشرات داخله من المصابيح الغالية. الحجر هذا في حجر نادر جدا، في حشرات داخله، في صخور داخله، في برشا أمور. راح أكتب لك قصة الحجر من أي دولة، والحجر يكون تقريبا عمره مثلا 10,000 سنة، اللي استخرج الحجر مين وكيف استخرج الحجر وكيف كان التنقيب عن الحجر بعد ما جابوا الحجر، المهندس اللي قص شنو سيرة المهندس ومن أي دولة وشنو الهيستوري تاع المهندس. في هذه الحالة أنت تقدر تبيع المصباح هذا ب100,000 وهي نفس السلعة ترو. أنت كيف تسوق عنها؟ في تاجر ما عنده صبر، في سفيسة بسرعة مش كان التاجر. تو العقلية هذه موجودة في شبابنا الكل، معنا مش نحكي كان على تونس. العقلية متاع الجينيراسيون هذوما من جينيراسيون معناها متاع الصغار اللي مشد فينا معناها الربح السريع وكل شيء، نحسها حاجة ديجا تربينا عليه، نحبوا نربحوا بسرعة. ما في شيء اسمه ربح بسرعة، إذا ما في صبر ما في ربح.
واللي يقول لك الحين الاشياء الحين المشكله الاشياء المتداوله اليوم في السوق، اللي يقول لك التريدينج، اللي يقول لك ما اعرف شو، فيسا حطوا يلا، هذا غير صحيح. انت عشان تبني اليوم شركه او عشان تبني منتج، عشان تبني شيء، يبغى لك وقت. انت راح تمر اول سنتين في مراحل، تكون الخدمه مش اوكي، العميل يعطيك راي تعدل عندك المنتج يطلع فيه غلط تبدل، عندك خط انتاج المنتج ما يكون طالع بالقدا تعدل عليه، تغير المهندس، تغير مدير المصنع، تغير المواد الاوليه، تغير الباكينج تاعه لين ما توصل لمنتج نهائي صحيح. فما في اليوم منتج في العالم طلع من اول يوم، من اول يوم طلع هو منتج طياره. صحيح. طياره يعني فنان. الصبر يعني هو عامل اساسي لازم نتحلوا به باش ننجحوا. صلاح المرزوقي رجل اعمال رجل اعمال اماراتي مهتم بالاستثمار في تونس. ليش تونس؟ علاش تونس بالرسمي؟ تواني نسألك علاش تونس؟ هما اشتر التوانسة يحبوا يمشوا الامارات، انت علاش تحب تونس؟ والله اليوم انا صلاح المرزوقي 6 شهور في تونس. ليش صلاح المرزوقي في تونس؟ اوكي. ليش مش في الامارات؟ ليش مش في المغرب؟ ليش مش في اسبانيا؟ ليش مش في روسيا، في امريكا؟ انت هكا تقول وي من بكر. علاش مش في باريس في فرنسا؟ باريس مش باريس. اليوم كل انسان عنده نظره وكل انسان عنده قناعات في الحياه. انا ميت تونس جيت بعد ما اخذت لفه طويله، طلعت من الامارات رحت السعوديه، من السعوديه رحت قطر، من قطر رحت تركيا، من تركيا رحت روسيا، من روسيا رحت سويسرا، من سويسرا رحت ايطاليا، من ايطاليا رحت المانيا، من المانيا رحت فرنسا، من فرنسا رحت ايطاليا، من ايطاليا جيت تونس. وما كان في بالنا تونس، جيت اسلم على اصحابي 3 ايام وقعدت 6 شهور. برنامجك كنت 3 ايام وباش تمشي على راح؟ امشي على ارجع ايطاليا سيسيليا. اوكي. شنو علاش 6 شهور لتو ما رجعتش؟ تونس فيها اول شيء، تونس هي ارض ولاده، تونس هي ارض خصبه في جميع المجالات، في الفلاحه وفي التكنولوجيا وفي المال وفي الطب، وولادة للخبرات في جميع المجالات. تونس كأرض إذا نتكلم اليوم جغرافيا، اليوم هي ركيزة الشرق الأوسط. تونس اليوم هي دبي رقم 2. تونس يبغي لها صبر. تونس دبي رقم 2. نعم، تونس راح تكون أكبر مدينة اقتصادية في الشرق الأوسط في أفريقيا، وهي اللي راح تكون الرابط بين أوروبا وبين أمريكا وبين أفريقيا وبين روسيا أيضا. تونس هي موقعها حساس جدا. تونس عندها تربة، تونس عندها شعب قوي وشعب يحب أرضه. تونس اليوم يعني برشا أمور في تونس. فما مقولة درشكون قال تونس تونس باش تولي كيما دبي، اما الحقيقة قالت في سياق متاع والله هذه عراف يعني أنا سخرية معناها. أنا مش عراف، أنا على أرض الواقع. لا تو ريتك نبدأ نسمع فيك نحسها خيالي شوية. تونس 2050. تونس باش تولي كيما دبي. تواني مثلا كي نسمع الكلام هذا سامحني نحسها مش واقعي. ممكن هذايا نفس اللي نحكوا فيه بكري متاع 1 مع 1 تساوي 2. أني 1 مع 1 تساوي 2. أنت 1 مع 1 تساوي 1000. شنية تونس تولي كيما دبي ولا كذا؟ أوكي جغرافيا مكان استراتيجي، أوكي الطاقات والكفاءات وكل شيء موجودين وديما باش يكونوا موجودين، لكن لهالدرجة معناها تنجم تكون تونس في الشكل هذاك؟ نعم، تونس تكون في الشكل هذاك وأكثر. ليش لا؟ أنت اليوم عندك جميع العوامل موجودة. أول شيء المناخ، ثاني شيء الموقع، ثالث شيء احنا لو ننظر لقانون تونس، القانون الضريبي الجبائي والقوانين الأخرى، ترى هي قوانين سهلة وبسيطة ومعروفة. يعني
واضحة، هذا زايد هذا يساوي هذا كهو. اوكي. اليوم احنا يوم نجي عند الامور الضريبية ترى تونس يعني يدفعون اقل ضريبة من دول اخرى، حتى الدول الجيران المجاورة، حتى اوروبا، حتى دول اخرى. يبغي له شوية تركيز، يبغي له شوية تلاحم، يبغي له شوية سؤال جواب. يعني من كلامك هذايا نفهم اللي كونها تونس تسهل عملية جلب المستثمرين. نعم، انت عندك هيئات اليوم موجودة، في عندك هيئتين، هيئة دعم الاقتصاد الخارجي وهيئة تونس للاستثمار عمضني، ولا أنا ما أعرف الاسم بالضبط لكن أعرفهم شخصيا يعني. نعم، يقومون بتسهيل إجراءات المستثمرين، يقومون ببرشا أمور. حتى عندك المنطقة الحرة في بنزرت من شباك واحد تعمل كل شيء، ما تمشي حتى بلاصة، ما تروح ما تشد الصف، ما تعمل حتى شيء في البلدية ولا تعمل حتى شيء، من شباك واحد تخلص أمورك. خاطر فما برشا كلام عكس الكلام هذايا يتقال، كون فما برشا بيروقراطية، تعطيل مستثمرين كانوا باش يجوا لتونس مشاو للمغرب. فما هذه حاجات صارت، معناها كانت مشاريع باش تصير في تونس مشات للمغرب مثلا كذا. والله أنا لا أنظر أن في مشكلة في البلد. انت تو حسب تجربتك انت في تونس انا اتكلم في 6 شهور الوقت اللي انا اللي انت عشتهم كل شيء مريقل. قبل شنو كان انا ما اعرف صراحه. انا اتكلم عن الوقت الحالي، الوقت اللي تشوف فيه تطوير في الشوارع، الوقت اللي تشوف فيه تعديلات في برشا امور، جسور جديده، شوارع جديده، توسعه، بنايات جديده. انت روح شوف اليوم لاك زيرو شوف البنايات اللي قاعده تطلع. شوف فما اليوم لاك زيرو هذه بعد عام راح تتقلب، راح اشوف حاجه اخرى. مشروع سما دبي مشروع سما دبي اكبر مشروع استراتيجي موجود في تونس. مشروع المدينه الرياضيه اكبر مدينه رياضيه في افريقيا. مشروع الطاقه النظيفه اللي افتتحناها من 10 ايام هذه في القروان. اكبر مشروع طاقه حاليا في افريقيا. المشروع هذا يوصل كهرباء ل 43,000 بيت في القيروان. فما فرص موجودة. التجارة يبغى لها صبر، ما يعني أنت مشروع أكبر مدينة رياضية هاي صار لها الحين تقريبا من 2008. مروا في مراحل الكل مر فيها، ما في شيء اسمه أنا بدخل في مشروع ما في مراحل. مشروع الطاقة من 2018، احنا اليوم 2026، احنا 2025 شهر 12 افتتحنا المشروع. يعني في مشاريع استراتيجية على مستوى افريقيا قاعدة تختم، وقاعدين يخدمون في الشعب المواطنين التوانسة. يعني في الدنيا قاعدة تتحرك في كل مكان. يبغي له صبر، يبغي له مكافحة، مش في تونس. حتى لو رحت دولة أخرى يا أخي في صعوبات، في عدم فهم. يا أخي مستثمر ما يفهم. الحين مثلا أنا في الإمارات هل أنا بفكر الإمارات هي النظام اللي فيها مثل النظام اللي في تونس؟ لا، قانون تونس يفرق، قانون الإمارات يفرق، توجهات الحكومة التونسية تفرق، توجهات الحكومة الإماراتية تفرق طبعا. فكل حكومة عندها توجه، وكل واحد يحب، كل واحد يعيش في عوامل معينة. هو رب البيت يحب بيت يمشي بهذه الطريقة بالضبط. دخلت في مثلا مش عارف هل استثمرت في تونس ولا ما زلت، ولا أنا ما زلت قاعد تستثمر؟ أنا قاعد الحين في الوقت الحالي قاعدين نستكشف السوق، نشوف الفرص اللي موجودة في عدة مجالات التكنولوجيا، مجالات الطاقة النظيفة، مجالات التطوير العقاري. أوكي. فبعدنا يعني أنا دائما أحب أروح أي دولة، أحب أقعد فترة طويلة، أحب أني أبحث بطريقة سليمة وصحيحة عن المجال اللي راح أدخل فيه، وقناعات في نهاية اليوم لازم أقتنع أن هذا المجال صح
اللي أنا أدخل فيه. به القناعة هي أن أنت تقتنع بالمشروع عشان تستثمر فيه. أنت اللي رح تجيني اليوم تقول لي صلاح أنت في تونس شو أحسن مشروع مربح؟ أني هذا هو اللي باش نسألك أنا عليه. عرفت أنك رح تسألني شنو هو المجال اللي تحس تو 6 شهور لوين حسيت البوصلة متوجهة؟ والله في مجال التكنولوجيا، لأن في كادر كبير يعني من التوانسة شاطرين في مجال التكنولوجيا. مجال عندك الطب ما شاء الله، يعني واحد ما يقدر يتكلم عن الطب في تونس توب. اوكي. ايضا المجال العقاري اليوم اللي يشتري عقار من قبل سنتين اليوم ترى صار دوبلي يمكن خلال 2 أو 3 سنوات. يعني تونس يعني خير، العملة ما فيها تضخم، هذا شيء قوي جدا. انت اليوم بتروح تستثمر في دولة لازم تكون عندك انت اساسيات، لازم تعرف القانون السياسي هم وين في السياسة، لازم تعرف القانون الاقتصادي وهم وين في الاقتصاد، لازم تسأل عن عملة الدولة فيها تضخم ولا ما فيها تضخم. إذا دولة صار فيها في عملتها تضخم فأنت غلط تدخل تستثمر فيها. طبعا الدينار التونسي واقف شامخ يعني ثابت. يعني من وجهة نظر خبير في تصور كونك عندك سنوات في المجال. صحيح. خاطر احنا كتوانسة نقولوا الدينار طاح الدينار طاح. الدينار ما طاح، الدينار مقابل الدولار راح تعرف كم قيمته، ما مش طايح. انت قاعد تو مثلا نقولوا احنا تقارن في عملة تونس مثلا بدول اخرى عملتهم طاحت، خاطر نعرفوا فما دول اخرى عملتهم طاحت كاريمون جذريا يعني بالظروف اللي تمر بها تونس. حتى ولو طاح الدينار التونسي ولو نسبيا، ديما انت من وجهة نظر بيزنس مان رجل اعمال، بالنسبة ليك الدينار التونسي ما طاحش. عرفت كي نبدأ نسمع في الكلام هذايا، خاطر احنا في تونس نقولوا الوضع الاجتماعي الوضع كذا منا كي نسمع الكلام هذايا يجيني غريب شوي، مش عارف هل مش غريب. انت اليوم مثلا انا راح ادخل $100,000 الى تونس، تمام؟ $100,000 اذا دخلتها من 2 سنين لين اليوم اذا خرجتها راح تكون $100,000، تمام؟ اذا روح في دولة صار عندهم تضخم بدون ذكر اسامي، اي طبعا بدون ذكر اسامي، تمام؟ $100,000 تدخل 100 تخرج 80 تخرج 60، فانت شو مستفيد؟ انت يوم يكون عندك تضخم في العملة يذبح استثمارك، استثمارك يموت. فانت حتى يوم تدخل دولة تستثمر فيها لازم تعرف وضعها الاقتصادي العالمي. اوكي. دولة عندها قروض ما عندها قروض، تونس ما عندها قروض. لا موجود عندها قروض. شنو هي القروض؟ موجود عندها قروض يمكن شيء لا يذكر. طلعت من مرحلة عنق الزجاجة، معناه تقول انت فاتت المرحلة متاع الخطر. تونس مرحلة الإفلاس. تونس وضعها طيارة. صار في الآونة الأخيرة صار استنزاف، بس هذا لا يعني إن هي خلاص هي في خطر، لا، الجرح طاب والحين الطفل قاعد يمشي. اوكي. وقاعد يسوق بايسكل وشوي بيشتري كهرباء، ما في مشكلة. يعني من وجهة نظر مستثمر أجنبي تونس وجهة نستثمر فيها ولا باس، ما خافش ولا تخاف ولا في حتى أي شيء. اليوم أنت والله متفاجئ راني بالكلام هذا. أنا قاعد أتكلم، أنت خطر تدرس في الموضوع يعني أنا قاعد أدرس في تونس، أدرس سوق تونس. أنا كل يوم أروح بلاصة أشوف، أروح المطاعم، أروح الأحياء العربية الشعبية. مشيت الأحياء الشعبية؟ مشيت كل مكان. يا زين والله. وين مشيت؟ بدون ذكر اسامي. شو اكتشفت؟ ماكلة. بون الكلام هنا باين، انت كونك تتكلم ساعات تخطف بالتونسي شوي. تحب الماكلة يعني؟ الماكلة شنو؟ راس علوش. تاكل في راس العلوش؟ ناكله كله راس علوش. تونسي. وما تدوخش ما تترهوجش؟ لا انا اروح قصاب اقصب واصلخ واقطع واطيب ونعمل كل شيء. ايوه.
لا طلعت حربي انت. حربي على الاخر. بالقدا مرحبا بيك. حياك الله والله عزيز وغالي. والله الكلام معك الحقيقة معناه يبعث بالأمل، خطراني كشاب وكتونسي معناه الوضع الاجتماعي خلينا نقوله صعيب شوية. صحيح. مانيش نحكي على السياسة، مانيش نحكي على حد شيء، نحكي على العباد اللي تخدم، على العباد اللي تقاوم. فما العباد تعبة شوية الحقيقة. من منطلق رجل الأعمال ما نشوفش، بحكم كوني مانيش رجل أعمال، ما نشوفش في تونس من الزاوية هذيك. أنا عن طريقك أنت ممكن قاعد نكتشف في تونس أخرى. احنا نقول الخير جاي على تونس إن شاء الله. تونس هي بخير، ومثل ما قلنا فترة وعدت، والحين تونس واقفة على رجولها وراح تركض شوي الحين تنطلق للعالمية. ليش لا؟ دول ثانية مش أحسن من تونس. تونس كل شيء موجود فيها، الخير فيها، وأهلها طيبين، وأهلها مرحبانيين والكرم موجود، وكل شيء موجود، البساطة موجودة، الاحترام موجود، كل شيء موجود. تونس ما فيها شيء، تونس فيها كل خير. فرحان برشا كونه والله فرحان. الانطباع متاعك على البلاد وعلى تونس بالشكل هذا إيجابي جدا الحقيقة. حاجة نحس بالفخر كونه رغم الوضع أنا الاجتماعي وكذا، لكن النظرة الانطباع الإيجابي اللي خلتها تونس فيك كان من يعني من الأطراف اللي تعاملت معاهم في الخدمة ولا في مع الشعب كي تعاملت معاهم، خلوا فيك الانطباع الإيجابي هذا. أكيد الحقيقة فرحان برشا بالشيء اللي نسمع فيه. تونس اليوم راح تصير من الدول اللي في المصاف الأول في العالم. تونس مركزها قوي جدا. تونس هي واجهة ل3 قارات. مركزها قوي جدا. تونس اليوم راح يكون فيها مركز مالي كبير جدا، مثل المركز المالي اللي موجود في دبي، من أكبر المراكز المالية في العالم، واللي تصب فيها برشا بنوك ومحافظ استثمارية كبيرة عالمية. تونس هي المركز الثاني بتكون بعد دبي. تحديدا لاك زيرو راح يكون والع بالشركات العالمية قريبا. تو رمل ما في شيء. أنا صرت مثل عرافة. لا أنا أقولك هذا الواقع، وتصدق الواقع هذا هو الواقع. احنا عرافة ما عرافة، احنا ما نعرفها، ما يخصنا فيه. تطلعش فما سر في السبحة ذي. ايه والله. تكلمنا عن قديش التجارة. تبيعها لي ذي؟ لا والله مش للبيع. 100,000 دولار. لا 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 أنا أعطيك إياها. مرحبا بيك حبيبي ونورتنا، ومشكور جدا على الطاقة الإيجابية ذي والله. شكرا جزيلا. تابعونا الحلقة الثانية. باي باي.